السلام عليكم. بمناسبة معرض إيدكس وكلامنا عن نظم التسليح المصرية، خاصة اللي اتصممت واتنفذت بالكامل بأيدي مصرية أو حتى اللي دخل عليها تعديلات وترقيات مصرية علشان تكون قادرة على التكيف مع طبيعة التهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية. حابين نتكلم النهاردة عن دبابة رمسيس المصرية ومدرعة سيناء المصرية. في البداية مصر بتمتلك دبابة قتال رئيسية صنعتها محليا اعتمادا على مواصفات الدبابة القتالية الروسية تي 54. موقع ميليتري فاكتوري قال إن دبابة رمسيس المصرية هي نسخة مصرية مطورة من الدبابة الروسية تي 54. بدأت التجارب الرسمية في 1987 وتم اعتمادها في 1990، ومصر قدرت تنتج منها من بداية سنة 2005 حوالي 425 دبابة. استخدمت مصر الدبابة تي 54، ومع مرور الوقت بدأت القوات المسلحة المصرية إدخال تعديلات عليها من أجل الصمود والقدرة على البقاء، خاصة في ظل تطور تقنيات الدبابات بشكل كبير. البداية كانت من خلال نظام تحكم نيراني متطور، بالإضافة لبرج يمكنه الدوران 360 درجة لتشغيل نظام إطلاق النار اللي تم تزويد الدبابة المصرية به، بالإضافة لنظام تحكم في الحرائق لتحسين قدراتها في حالة تلقيها للضربة الأولى. وتم إضافة دعم مضاد للطائرات من خلال مدفع براونينج 12.7 ملم، بالإضافة لتزويدها بمدافع مطابقة لمعايير حلف الناتو. وكمان تم إضافة تدابير قوية ضد الذخائر الخارقة للدروع. الدبابة وزنها 48 طن بطول 9 متر و60 سنتي وعرض 3 متر و40 سنتي، وبتكون طاقمها من 4 أفراد، وبتسير بسرعة بتوصل ل 70 كيلومتر في الساعة ومدى بيوصل ل 530 كيلومتر. السلاح التاني معانا النهاردة هو المدرعة المصرية سينا 200، واللي تم عرضها في معرض إيدكس 2021، وهي أول مدرعة بتصنع بالكامل في مصر في مصنع 200 الحربي بما يتلائم مع متطلبات الجيش المصري. وهي عبارة عن ناقلة جند مدرعة مجنزرة متعددة المهام، بيوصل وزنها ل 14 طن وطولها 6 متر و10 سنتي وعرضها 3 متر و40 سنتي، وبيتكون طاقمها من 8 أفراد، واتبنت على أساس عربيات PMB-1 السوفيتية. بتبلغ سرعتها القصوى من 45 ل 65 كيلومتر في الساعة وأقصى مدى 600 كيلومتر. بتمتلك المدرعة المصرية مستوى عالي من الحماية ضد التفجيرات الأرضية زي الألغام أو العبوات الناسفة، أو حتى ضد المقذوفات زي قذائف RPG. المدرعة سينا 200 قادرة على الطفو فوق سطح الماء لعبور الموانع المائية بفضل إمكانياتها الكبيرة. بتتسلح المدرعة برشاش عيار 12.7 ملم، وبيتم التحكم فيه عن بعد، وبيخطط لها في المستقبل إضافة صواريخ مضادة للدبابات. ساعتها هتكون كابوس حقيقي للدبابات. الجهود المصرية في التسليح مش بتتوقف، والتعديلات والتطويرات مهمة جدا، فهي أول الطريق من أجل إنتاج سلاح مصري معقد بنسبة 100%. المهم إن تستمر مصر على هذا النهج ما بين الصناعة الكاملة أو التطوير المصري، لأنه هيعود بالفائدة على الجيش المصري وعلى مقدرات الدولة المصرية وأوراقها القوية. تحيا مصر، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.